تخيل تصير حرب عالمية بين الدب الروسي والغربي والأمريكي وتفنى هاي الدول بعضها وما يظل منهم شيء، خالصين باي باي. وينبغي الآن على دول الشعارات والمماتعة أن تقود هذا الكوكب. الله 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 الله. صفوق أنت وين رايح؟ والله ركبت جحش رايح لندن وراجع. أي متراجع؟ شغلة 20-30 سنة مسافة الطريق. ما في طيارات، ما في سيارات، ما في شيء، ما في حياة، ما في كهرباء، ما في انترنت، ما في كل شيء تشوفه عينك، أدوات المطبخ، ما في ساعات، عطورات، كله ينقطع، كله ترى غربي، ترى ما حتى قصاصة الأظافر تنقطع، أظافرك يصير مثل مجحاف الكريك ولا مثل الرفش يصير. قصات الشعر المقصات يابانية ولا شيء. ما يعني أنت لما يضرب ربك الظالمين بالظالمين أنت زاد تروح معهم دعوسة. مثل اليوم الدب الروسي والغربي والأمريكي كلهم اليوم يفرضون على بعضهم عقوبات، الأسعار ترتفع عندك، ما أنت ملاحظ بالعالم العربي بدول الشعارات والكذب والدجل. ليش يرفعون الأسعار هم ويتحاربون وأنت ترتفع الأسعار عندك؟ لأنه العلف عندهم والبهايم عندنا. البهايم عندنا. نروح دعوة بين رجلين يا ابوي، يضرب الظالمين بالظالمين. إيه احمد السماء واحمد الرب اللي أنت تعبده، قل له شكرا يا ربي. أنت قل له شكرا يا ربي لأنه ما استجبت لنا دعانا من 1400 سنة، ولا كان ما شفنا شيء. كان سافرنا بجحاش ولا بغال والصخل، ولا في لا سشوار ولا في أكل ولا في شيء، ما عندك خيمة وأرض بس، لأنك أنت تعتمد على ما ينزل من السماء وما يخرج من الأرض، وتفتخر لي بالصخل وجحاش وتيوس. قال معمل حصن، أنت شفت معمل حصن عندنا تفتخر بالحصان الأصيل؟ هم يفتخرون بالميق والأباتشي وما بعرف إيش، لساتك أنت متمسك بجحش. بجحش متمسكين لي بالبغال وتيوس. وين معمل جحاش عندك والصخل؟ أقول له أمريكا صنعت، اليابان صنعت، من غيرتي على هاي الأمة يجي يقول لي لا يستطيعون أن يصنعوا نملة أو صخلة أو معزة. على أساس أنت خالق الصخل والمعز ومعملهن عندك بسوريا بدير الزور ولا بالموصل ولا ببغداد ولا ببيروت ولا بالروشة ولا ما بعرف وين بجونيا. وين أنت يابا أنت؟ وين أنت؟ ولا باليمن بصنعاء بشبوة المعاملة النمل، وقال لا يستطيعون أن يصنعوا نملة. أنتم هراء، أنتم مخدرين، أنتم مغيبين، أنتم إذا ضربك ضرب الظالمين بالظالمين أنت تروح دعوسة قبلهم كلها.